هلو، مرحبا، السلام عليكم. أول شي اسمي ألق، أني عراقية مقيمة بمصر. حبيت اليوم أحكي وياكم بموضوع شوية دا أفكر بيه، ما أدري انتو شنو رأيكم. اللهجة العراقية والحكي العراقي والفنانين والمطربين العراقيين. لاحظت أني هواية من الفنانين والمطربين العراقيين لما يطلعون برا يطلعون بلقاءات من أي دولة ما يتجنبون يحجون باللغة أو اللهجة العراقية. أفتهم إنه اللهجة العراقية لهجة صعبة، يعني أنا هنا بمصر إذا أحكي عراقي هواي ناس ما يفتهموني، بس انه مو معناتها لما تطلع ببرنامج يعني الناس كلها يشوفوك وانت تمثل بلدك تحكي بغير لهجة ثانية. بالعكس احنا لهجتنا صعبة ونريد ننشرها فنحكي بيها ونفتخر بيها. لاحظت ببرنامج ذا فويس ما ادري متسابقين شنو اسمهم، بس كان اكو 3 متسابقين عراقيين. واحد كان جاي من الاردن اللي يغني روك، وواحد جاي من لبنان، وواحد جاي من العراق. 2 منهم واحد حكى لبناني والثاني حكى اردني، واحد منهم بس اللي حكى عراقي. تقريبا اسمه روني حكى باللبناني وقال انه هو طالع من 2009. ما يجوز احد افراد عائلته لبناني وتأثر باللهجة اللبنانية هواية، بس انت كعراقي طالع برنامج يعني مشهور هيج. انا حبيت اشوف واحد يمثل بلدي، يمثلني اني، يحكي اللهجة العراقية مو يحكي لي لهجة ثانية. انا بصراحة الموضوع استفزني شوية، يعني انه لا ليش ما تحكي عراقي، شنو الموضوع؟ حتى لو صعب، حتى لو الناس ما راح تفهمها. هواية ناس من المغرب، ناس من تونس تحكي اصلا فرنسي وتحكي اصلا لهجة كلش صعبة، واكو حتى يعني يترجموها انه لانه ما تنفهم. فالمفروض تظهر للناس انت شقد فخور ببلدك وشقد فخور بجنسيتك. والثانية حكى باللهجة الأردنية، همات يعني بصراحة استغربت انه احكي عراقي. يعني مع العلم انه المتسابق الثالث اللي طلع اتبارى ويا روني وطلع حكي عراقي عادي، يعني ما ادري انهم ما يعرفون يحكون عراقي، يعني حتى لدرجة انه حتى الحروف انه روني تقريبا حتى ما قال استاذ كاظم، قال استاذ كاظم. ما ادري، الموضوع صراحة مستفز. يعني انا حبيت انه اشوف انت بهيج برنامج تمثلني اليك او بلدي المفروض تحكي باللهجة العراقية. ما ادري انتو شنو رأيكم بالموضوع، بس انا ما حبيت هذا الشي. اذا عندكم اي سؤال او اي موضوع حابين تحجون بيه او تشاركوني بيه، دزولي رسالة بالانبوكس او في الكومنت. وشكرا لانكم شفتوا الفيديو، وباي باي.